مفيش حاجه اسمها انا واثق في حياتي في كل حاجه، واثق بنفسي في كل حاجه، لا. فانت بتنقي الحته اللي انت عايز تبقى واثق في نفسك فيها، مثلا في الشغل، في الخطابه قدام الناس، دي مثلا سب كاتيجوري من الشغل. وبتقول مثلا طب دلوقتي انا عايز انمي هنا ايه السكيل او الحاجه اللي انا ممكن انميها هنا، واشتغل على ايه فيها. تمام. فبتيجي تنقي سكيل، المهاره في المجال ده، وبتبتدي تقول دلوقتي ايه، انا هاخد المهاره دي هبتدي اشتغل عليها زي الضغط بالظبط كل يوم او كل اسبوع على حسب المهاره، تمام، وعلى حسب جدولك. وتبتدي تقول دلوقتي، وبناء على اللي انا هعمله وانا بنمي نفسي في المهاره دي، هاخد الفيدباك او رد الفعل من الناس من حاجه انا بعملها والكلام ده كله، عشان اخد والفيدباك ده هقدر احسن نفسي او اعرف ان انا ماشي على الطريق الصح. زي بالظبط تمرينك بتاعه الضغط، لما انت بتيجي تتمرن دلوقتي الضغط وبتعمل 3 4 5 عدات، لما انت بتقف عند الخمسه ده بيبقى بيجي لك الفيدباك او رد الفعل ايه، لا انا لسه فاضل لي 95 لغايه لما اوصل لل 100، لازم اشد اكتر. فبتبتدي تسال نفسك طب انا ايه اللي ممكن اعمله علشان خاطر ازود قدرتي ان انا العب ضغط